السلام عليكم، وغنشارك معكم اليوم 4 الاشكال ديال الحلوى بعجين واحد، مذاقات مختلفه واشكال مختلفه ومتنوعه. كيجيو رائعين بزاف، اقتصاديين، مكونات بسيطه، شي حاجه ديال تحمرت الوجه وفي نفس الوقت بمكونات بسيطه بزاف. كيجيو رائعين بزاف. الا كنتو بغيتو تعملوا شي حاجه هيدا للعيد نصحكم تجربوهم. ونبداو في المقادير والطريقه. وغنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، من احسن تكون بدرجه حراره المطبخ. ونضيفو 2 كؤوس ديال السكر. خذوا اي كاس وعبروا به المكونات كامله. بعد نخدمو مزيان هذيك الزبده مع السكر حتى كيرجعوا لنا على هذا الشكل هذا. بعد نضيفو 2 كؤوس ديال الزيت النباتيه ونعاودو نخلطوهم مزيان ونحاولوا ندمجوهم بهذه الطريقه هذه بيدنا اولا بخلاط يدوي حتى كيرجعنا هيدا القوام على هذا الشكل هذا. بعد نضيفو 3 ديال البيضات ونضيفو 8 غرام ديال الفاني ونضيفو 2 معالق كبار ديال النشا اللي هي مايزينا. ونخلطوا المكونات مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد نضيفو 8 غرام ديال خميره الحلويات، نسبقوها هي الاولى ونخلطوها مزيان. ديك الساعه عاد كنضيفو الدقيق ونضيفو الدقيق تدريجيا. هنايا احتاجيت انا 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ولكن نتوما ممكن تحتاجوا اقل او لا اكثر حسب النوعيه ديال الدقيق وحسب الحجم ديال البيض اللي ضفتو. من بعد كنبقاو نجمعو. المهم في الاخر خاصنا نتحصلوا على العجينه اللي تكون هايده متمسكه وفي نفس الوقت رطبه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف. هايده تكون ملي كنشكلوها كتشكل معنا بكل سهوله. من بعد غنزلوا هايده في سطح العمل ونحاولوا نقسموها 4 ديال القطع. ونحاولوا نعملوا هاد القطع بنفس الحجم، يعني يكونوا قد بعضهم. ونضيفو النكهات. بالنسبه للعجين الاول فغنضيفو عليه 2 معالق كبار ديال الكاكاو مور، ونضيفو واحد الملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتها هيدا في شويه ديال الماء حتى دابت مزيان. بعد كنضيفوها وكنحاولوا نجمعوا العجين ديالنا وكنعملوه في بلاستيك غذائي ونخليوه جانبا. بالنسبه للعجينه الثانيه فغنضيف عليها الفلان. عملوا اي نكهه كتفضلوا. انا عملت هنايا الفلان بنكهه ديال الكاكاو، وهذا هو الفلان اللي عملت. انا وريت لكم الا بغيتو تشوفوا اين النوع اللي عملت. ممكن تضيفوا فلان باي نكهه كتفضلوا، بالكراميل، اي حاجه كتفضلوها. ونبقى كنضيف هيدا بشويه بشويه. هنا تقريبا عملت 2 معالق كبار ديال الفلان بنكهه ديال الكاكاو. ونبدا نجمع العجين ديالي. ونبدا نجمع العجين ديالي، ما كندلكو ما والو، غير كنجمعوها وصافي. وكنحاولوا ندخلوا داك الفلان وديك النكهات كندخلوهم مزيان في العجين. بعد غنغطيه بلاستيك غذائي ونخليه جانبا. بالنسبه للعجين الثالث فغنضيف عليه هيدا رقائق ديال الشوكولا. ممكن نضيفوا حبيبات ديال الشوكولا. كتضيفوا النكهات حسب الرغبه وحسب المتوفر عندكم. بعد غنحاول نجمعها مزيان حتى هي. كنغطيوها بلاستيك غذائي باش كتبقى لنا العجينه طريه. بالنسبه للعجين الرابع والاخير فغنضيف عليه بسكوي اللي طحنته مزيان على هذا الشكل هذا. بسكوي استعملوا اي بسكوي كتفضلوا، اي بسكوي عندكم. انا استعملت هنا نوع ديال ماريا. وكنطحنوه مزيان مزيان وكنضيفوه وكنجمعوا العجينه ديالنا حتى هي. نعملوا لها بلاستيك غذائي ونخليوها جانبا ونبداو نشكلوا في الحلوى ديالنا مباشره. فغنبداو بهذا الشكل هذا اللي عملت فيه فلان بنكهه ديال الشوكولا. غنبداو نشكلوه على شكل كريه. بالنسبه للحجم كتعملوا حسب الرغبه. وبالنسبه لي انا عملت هنا كل واحده فيها 25 غرام. وماشي ضروري يعني الميزان واحد يعمل غير هيدا عينو ميزانو. وكنغوزوهم في بياض ديال البيض وفي كاوكاو اللي مهرمش. كاوكاو ما كنحمروهش حيت هذا الشكل هذا غيدخل الفران وغيتحمر في الفران. فكنعملو كاوكاو عادي غير كنهرمشوه واحد شويه. من بعد كنزلوه في هيدا في صينيه ديال الفران. وهنايا باش نسهلوا الخدمه فنشكلوهم هيدا كاملين هيدا على شكل كريات. ومن بعد كنغوزوهم صفار البيض
وكنزلوهم هيدا في كاوكاو اللي مهرمش هيدا باش ما كيديناش بزاف ديال الوقت. ونبقاو كنزلوهم هيدا في صينيه ديال الفران بعد ما كنساليوهم كاملين. بعد كنعملو فيهم هيدا واحد الثقب في الوسط، ممكن نعملوه باي حاجه. نعملتها هنايا بهاد الجراره ديال الشباكيه. بعد كندخلوه يطيب على 170 درجه. كنعملو الصينيه ديال الفران لتحت والحراره من التحت ومن الفوق غير كتحمر شويه وكتبدنا يعني شدات في راسها صافي كنحيدوها من الفران مباشره. وبالنسبه للشكل الثاني هذا اللي عملت فيه هيدا رقائق ديال الشوكولا. فهاد الشكل هذا غنجيبو ورق ديال الطبخ وننزلو فيه العجينه ديالنا وننزلوا عليه ورق طبخ اخر من الفوق، يعني كنعملوه ما بين جوج ديال الاوراق ديال الطبخ ونبداو نطلقوها على هذا الشكل هذا. نحاولوا ما نطلقوهاش رقيقه بزاف، نخليوها شويه غليظه ونقلبوها من جهه اخرى. وغنجيبو هنايا انا عندي هاد الطبع هذا، ممكن تستعملوا اي طبع متوفر عندكم دائري اي نوع يعني متوفر عندكم. ونبداو نشكلوها على هاد الشكل هذا وكنحيدوها بكل سهوله ما كتهرس ما والو. وكنزلوها في صينيه ديال الفران، ودوك الزوائد اللي كنحيدوهم كنعاودو نشكلوهم مره اخرى حتى كنساليو كميه كامله. ومن بعد ندخلوهم يطيبوا كما طيبنا الاخرى. ما كنخليوهمش يطيبوا بزاف، غير كيتحمروا شويه من التحت وكيشدوا في راسهم صافي كنحيدوهم. وبالنسبه للشكل الثالث هذا الشكل هذا اللي عملت فيه بسكوي مطحون. غنحاول نشكلو هيدا على شكل طولي، كننزلو هيدا على سطح العمل وكنعملو هيدا بيدنا حتى كيتعاوض مزيان حتى كتجينا هيدا العجينه كامله مقاده ومعاوضه. نجيبو واحد الغلاقه ونعملو هيدا في الوسط غير باش كتعطينا داك الشكل ديال الهلال. كنحاولوا نعاوطوها مزيان، بعد كنهزوها غير بشويه وكنزلوها في صفيحه ديال الفرن وكندخلوها طيب حتى هي بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد الحلوى كنطيبوها كامله بنفس الطريقه، يعني الصينيه ديال الفران تحت والحراره من تحت ومن الفوق حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا واحد شويه، من بعد كنحيدوهم. وبالنسبه للشكل الرابع والاخير اللي عملت فيه الكاكاو وقهوه سريعه الذوبان، فهاد الشكل هذا غنحاولوا نشكلوا هيدا على شكل كريات وكنعاوطوهم مزيان بهاد الطريقه هذه. كنعملوهم في شي صفيحه ديال الفرن وندخلوهم يطيبوا. بالنسبه لي انا عملت هاد الشكيلات كاملين وعملتهم هيدا في بلاستيكات غذائيه وخليتهم حتى لغدا ديالهم عاد شكلتهم كنخليوهم ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. بالنسبه هيدا الا بغيتو تفرقوا الشغل او الا بغيتو تعملوا مره واحده فممكن. بعد غناخدو هاد الشكل اللي على شكل هلال وغندهنو النص ديالو بالكوفيتير. استعملوا كوفيتير باي نكهه كتفضلوا، انا عملت هنا نكهه ديال المشمش بلاصه كوفيتير، ممكن تستعملوا العسل. وغنجوزوه في الكاوكاو اللي محمر ومهرمش. كاوكاو كنحمروه بالقشور ديالو وكنهرمشوه وكيجي هيدا الشكل ديالو رائع. ومن بعد ما كنساليوهم كاملين غندوبو شويه ديال الشوكولا في حمام مريم. هنايا الشوكولا كندوبوها وكنعملو فيها واحد نص معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه وكنبداو نشكلو هيدا الحلوى ديالنا. داك النص اللي بقى لنا خليناه بيض، فكنهزو هيدا معلقه وكنحاولوا نغطيوها كامله بالشوكولا وكنزلو هيدا على شي شبكه اولا ممكن نزلو غير على شي بلاستيكه ولا على ورق الطبخ. وكنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو كميه كامله. وهذا الشكل ديالهم بعد ما كنساليوهم كاملين نخلي ديك الشوكولا حتى تيبس مزيان، بعد عاد كنحيدوهم ونجوزو الشكل اخر. بالنسبه لهذا الشكل هذا حتى هو غنعملو فيه هيدا النص بالشوكولا والنص غنخليه كيف ما هو. بالنسبه للشوكولا الا جمدات معكم فكتعاودوا تذوبوها مره اخرى وصافي كتكملوا ما كيوقع لا حتى شي حاجه. وهنايا غنجيبوا ورق الطبخ وغنزلوا فيه الحلوى ديالنا بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو كميه كامله.
كنخليوها حتى كديبس مزيان ديك الشوكولا، من بعد كنذوبو شويه ديال الشوكولا بيضاء وكنعملوها هيدا في بوش حلواني اولا في شي بلاستيكه كما كانت، وكنعملو فيها شي ثقب يكون صغير باش كيجيونا هيدا خطوط يكونوا صغارين، ونبداو نعملو هيدا خطوط على هاد الشكل هذا. كيجي شكل ديالهم رائع، اولا ممكن تخليهم كيف ما هما، يعني تخليهم غير بديك الشوكولا السوداء اللي عملنا. وهذا الشكل ديالهم بعد ما ساليناهم كاملين، ونجوزو لهاد الشكل هذا اللي عملنا هيدا الفول السوداني اللي هو الكاوكاو اللي عملنا هيدا من الجناب وطيبناه في الفران. فهاد الشكل هذا غندهنوه بشويه ديال المرميلاده من الجناب باش كيعطينا ديك اللمعه، وكنعملو شويه ديال المرميلاده في الوسط، وممكن نعملو هنا الكراميل في الوسط، ممكن نعملو اي حاجه كتفضلوها، ونستمروا حتى كنساليوها كامله. وهنايا نجوزو لهاد الشكل الاخير. بالنسبه لهاد الشكل هذا اللي عملناه هيدا على شكل كريات، فهاد الشكل هذا غنذوبو شويه ديال الشوكولا بيضاء ونجيبو الفرشاة ونزلو عليها الحبه ديال الحلوى ديالنا، نعملو عليها هيدا الشوكولا بيضاء، كنحاولوا غير نحركوها واحد شويه باش كيتعاوض لنا الجنب ديالها، وكنزلوها هيدا في شي شبيكه اولا فوق ورق الطبخ، وكنزينوها مباشره غير كنحيدوها من الشوكولا. كنزينوها بهاد نعمت هنايا هاد الحبيبات ديال الشوكولا، ممكن نعملو بسكوي من الفوق ولا اي حاجه عندكم كنزينو بها من الفوق، وكنكملو بنفس الطريقه حتى كنساليوها كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالنا. كما شفتوا بعجينه واحده قدرنا نعملو 4 ديال الاشكال ديال الحلوى بطريقه سهله بزاف، وكما شفتوا مذاقات مختلفه واشكال مختلفه ومتنوعه كيجيو رائعين كيحمروا الوجه. الا بغيتو تعملوا هيدا شي حاجه للعيد اللي تكون سهله وسريعه، ننصحكم تجربوهم كيجيو رائعين، لا من ناحيه المذاق ولا من ناحيه ديال الشكل. ما غاديش تندموا الا جربتوهم. وهنايا كنقسم معكم كل حبه ديال الحلوى باش تشوفوا هيدا الشكل ديالها كيفاش كيجي من داخل. كيجيو هشاشين ورائعين بزاف، مذاق اكثر من رائع. يعني كما شفتوا المذاقات ما عملناش فحال كل شكل واش من مذاق عملنا فيه. فهذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساونيش تدخلوا لي لايك واشتراك، هيدا للتشجيع وباش دائما يوصلكم الجديد. ونتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة، ومع السلامة.